معانا في حلقه جديده باذن الله. معانا النهارده بنعمل طبق من الاطباق الغنيه، من طبق سلطه مغربيه. هنتفرج مع بعض، هنشوف المكونات والطريقه ازاي. طريقه سهله ومكوناتها مفيده، هنشوف مع بعض واحده واحده. معانا نوعين من انواع المكرونه، معانا بطاطس، معانا بنجر، معانا خيار مقشر ومقطع، معانا جزر مسلوق مقطع مكعبات، معانا خس مقطع شرايح، معانا ذره مسلوقه، علبه تونه كبيره، بروكلي مسلوق، 4 حبات بيض مسلوقين، خضار مسلوق، خضار سوتيه مسلوق، اي نوع من انواع الخضار السوتيه مسلوقه، معلقتين مايونيز، معلقه كاتشب، معلقه فلفل اسود او ابيزار او فلفل اسود، معلقه ملح، خل تفاح، زيت زيتون او زيت عود، حبايه ليمون، رز مصري مسلوق. ونبتدي مع بعض نشوف الطريقه ازاي وهنبتدي ازاي مع بعض. اول حاجه هنبتدي مع بعض نجيب حاجه نعمل فيها الرز بتاعنا. هناخد خلطه الرز، ده مقدار الرز بتاعي، عباره عن كاستين رز مستويين. انا طبعا حاطط في السوا بتاعه في ملح، يعني جواه الملح بتاعه. بحط المقدار علبه التونه كامله، ومعلقتين المايونيز، وبخلط الكميه دي كلها مع بعضها. في ناس بتحط الذره، في ناس تعمل رز بالشعريه. كل الكلام دوت مفيش فيه اي مشكله، كل واحد وطريقته مفيش اي مشكله. دي طريقه وفي كذا طريقه. في ناس بتحط عليه كمان ذره، يعني انا دلوقتي هحط كميه ذره جوه هنا معاه. في ناس بتحط يعني معاه شعريه، مع الرز نفسه بتسويه بالشعريه. زي ما احنا كده شفنا اختلطت المايونيز والتونه. اخد نص الكميه بتاعت الذره ديت معايا، وهخلط كده مع بعض. دي اول حاجه. انا كده خلصت معايا الكميه اللي انا عايزها. ابتدي اقدر احطها في قالب، واقدر اعملها اي حاجه. انا هعملها زي السوشي، هبتدي الفها بنفس طريقه السوشي. بضغط كده وبرجع كده وبشد كده لورا. بعمله زي الرول كده. في اقدر ممكن ما اعملوش رول خالص، اقدر اعمله احطه في قالب من قوالب الرز واحطه كجرنش. انما انا هعمل الجرنش بتاعي بالطريقه ديت، وهنشوف مع بعض ازاي. وهجيب الطبق اللي انا هعمل فيه السلطه نفسها. انزل الرول اللي انا عملته زي كده. هنيجي مع بعض. هنا عندنا البيض، حبات البيض بشرحها كده مثلثات، مثلث عكس مثلث، مثلث عكس مثلث. بيطلع معايا البيض، تطلع معايا البياض اهو. البياض انا بخليه لوحده على جنب،
بجيب الصفار افضيه افرغه لوحده على جنب، وهوريكم ليه انا هعمل ايه فيه. ده الصفار معايا، البياض لوحده والصفار لوحده. الصفار انا بهرسه بجيب الكاتشب بخلطه بالكاتشب وشوية بزار أو فلفل أسود وشوية ملح. هنخلط دولت مع بعض. عندي كيس زي بتاع الجاتو، بس انا مش حاطط بلابل فيه ولا حاجه، سهل عشان احشي البتاعه دي. هنمسك البيض اللي احنا قطعناه مثلثات، هنحشي كده وبنعمل منه جرنش. الطبق ده غني بالفيتامينات، تقدري تحطيه جنب اي وجبه، عامله وجبات خفيفه ممكن تقدري تحطيه جنبه. هنيجي مع بعض، معانا البروكلي هنا. هنيجي نعمل اول حاجه الخلطه. خلصنا من البيض، هنعمل التتبيله بتاعتنا. هناخد كاسه زيت العود او زيت الزيتون، معانا خل التفاح، فنجان، معلقه الملح، البزار او الفلفل الاسود، حبايه الليمون، بخلط ده كله كويس. باجي هنا اتبل الخضار بتاعي زي كده.
نفس الكلام بتبله بالمرنيه اللي انا عملته بتاع التتبيله. هنيجي مع بعض عندنا البنجر والمكرونات باستات، هنوزع التتبيله زي ما احنا شغالين كده بنفس الاسلوب. كده مع بعض هنا مع بعض. ده الخيار، هبتدي اخد جزء منه هنا، جزء منه هنا. هنيجي عند الجزر نفس الكلام، نتبله برضه. ادينا مع بعض اهو. هنحط من هنا البطاطس، هننزل هنا البطاطس بعد ما تبلناها. انا بحاول اقسم من الجنبين عشان لو عندي مثلا عندي ضيوف، عندي حد في المكان، اقدر يبقى من الجنبين، اقدر اشيل من جنبين، اقدر اشيل السلطه بتاعتي من جنبين. هيفضل عندي الباستا، انزل كده، انزل الباستا هنا. عندي الخس، كده اقدر اوزع زي كده. اقدر استغنى في الطبق ده عن حاجات، واقدر ازود حاجات. لازم احس ان الطبق بتاعي غني بكمية الألوان اللي فيه.
والمذاق طبعا. كده عندنا الذرة. ودي اخر نوع في الباستا، مكرونات برضه نفس الكلام. اقدر اشكلها من بره، ان هي حجمها صغيره، اقدر اشكلها من بره. كده اتفضل معايا الباقي معايا من الصوص اللي انا سويته، اللي هو التتبيله اللي انا سويتها. اقدر ازود تاني فوق اللي انا عملته تتبيله تاني. وكده اعتبر كأني انا خلاص الموضوع انتهى. السلطه خلصت. ده طبق السلطه بتاعنا اللي احنا عملنا عليه النهارده، السلطه المغربيه. نوع من انواع السلطه المغربيه. في انواع في السلطات المغربيه كبيره، والمطبخ المغربي مطبخ غني مليان بالاكلات الشهيه والاطباق الشهيه. وهنشوف مع بعض طواجن مغربيه بعد كده، وهنشوف مع بعض حاجات كتير باذن الله فيها افاده كتير لينا باذن الله. الاكل المغربي انا بحس ان هو فيه شيء من الصحي كتير، والفايده الصحيه اكتر من اي اكل تاني، اكتر من اي مطبخ تاني. وده كده الطبق بتاعنا. وما تنسوش اللينك والاعجاب والمشاركه باذن الله عشان يجيلكم كل جديد. دوسوا على الجرس باذن الله عشان يجيلكم كل جديد من عندنا باذن الله. ونتمنى نكون عند حسن ظنكم، وباذن الله نشوف الجديد مع بعض باستمرار باذن الله. السلام.